وبنتك داخله في مدرسه مش عارف انترناشونال. انا بنتي مش في مدرسه انترناشونال، وبعدين حتى لو ربنا كرمني ومعايا فلوس مش عارفه اوديها فين، مش هوديها مدرسه انترناشونال، كلها مدارس. انا بنتي في مدرسه تجريبي. استني بس انا هقول لهم. استني، عايزه اقول لهم على حاجه. عارفه المشرفه اللي هي بتقول هتطلعي الماني ولا ايطالي؟ الميس اللي اتصلت، ايوه هي دي. قالت هتطلعي الماني يا اما ايطالي يا اما فرنساوي يا اما. استنى بس عشان في شهر انا مش عارفه اختار ايه بجد. بصوا يا جماعه، اسيا في مدرسه تجريبي، ودايما انا بتسال السؤال ده، يعني ايه مدرسه تجريبي؟ المدرسه التجريبي دي هي لا ناشونال ولا انترناشونال ولا مدارس خاصه بيدفع لها فلوس، هي مدرسه يمكن في متناول الجميع، لان انا بدفع لاسيا في السنه حوالي 2000 جنيه وبتزيد كل سنه 5% او تقريبا 2%. فهي مدرسه عادي، يعني سهل ممكن اي حد يدخلها 2000 في السنه، يعتبر زيها زي مدرسه حكومي. بس كل الحكايه ان هي بتهتم بالانجليزي قوي، مادة اساسية جدا، وبيبقى فيها لغة تانية. تمام، اللي هو بتختاري لغة تانية من سنة رابعة، عشان انا بنتي في تجريبي مميز مش تجريبي عادي. تمام. المهم بمناسبة ان احنا فتحنا وبنتكلم في الموضوع ده، المدرسة اتصلت بيا امبارح وبيسألوني هتختاري لآسيا لغة تانية ايه؟ هتختاري لها قرري هتختاري لها ايه؟ المهم ان احنا محتارين بين لغتين، فرنساوي والماني. فانا حقيقي لا بفهم في الفرنساوي ولا بفهم في الالماني. الإيطالي بالمناسبه صحيح لا بفهم في الفرنساوي ولا بفهم. المهم ان انا مش عارفه اختار لها ايه، بس كل لما اسال اي حد، اغلبيه اللي بيرشحوا لي بيقولوا فرنساوي او الماني، الغالب فرنساوي والماني. المهم انا هاخد باغلب التعليقات، هعد اللي قالوا فرنساوي قد ايه واللي قالوا الماني قد ايه، وعلى اساسها هقرر انهي مدرسه هختارها لاسيا. بالمناسبه المدرسه التجريبي بتفرق برضو عن المدرسه الحكومي، ان التجريبي بتبقى محتاجه دروس اكتر، يعني هي بتدفع لها 2000 بس بتبقى محتاجه اهتمام اكتر ودروس اكتر، وبصراحه دروسها غاليه عن اي مدرسه حكوميه، يعني دروسها مش رخيصه، يعني بيكون فيها ضغط شويه، وبتحتاج برضو مجهود في المذاكره يعني اكبر. اكيد المعلومه وصلت، اكيد وصلت. تمام. اشوفك دكتوره قد الدنيا، بالله عليكم ما تنسوش تقولوا لنا نختار ايه، فرنساوي ولا الماني. بالتوفيق يا حبيبتي، بالتوفيق. سيبها على الله، سيبها على الله. ان شاء الله باذن الله انت قد الدنيا، سواء فرنساوي الماني انت قد الدنيا، انت كفو. انا بكره باذن الله هشوفك ناجحه، مش مهم اشوفك ناجحه فين، مش مهم عندي تكوني دكتوره، مش مهم عندي تكوني مهندسه، المهم انك تكوني في مجال وناجحه فيه ومحققه ذاتك. صح. ايا كان بقى المجال ايه، بس اكيد مش اي مجال، يعني تفهمين. احبكم. بدري ليه انت لحقتي؟ درس اتأجل. طب ايه اللي خلاه يتأجل؟ كل ده عشان الدرس اتأجل؟ ده احنا لسه تاني حصة فيه. ليه؟ يروح قلبي، يروح قلبي. جبتي كل طلباتي؟ جبتي كل طلباتي؟ مخروطة؟ لا، المخروطة ما جبتهاش.